اكتر حاجه غلط بيقع فيها صاحب المشروع وهو بيسعر انه ما بيعملش حساب الاعلان الممول هيصرف منه كام على القطعه. ولو شاطر قوي نجم النجوم في التسعير مش هياخد باله من نسبه المرتجعات، ولو شاطر جدا مش هياخد باله من نسبه الهالك. انا اعرف تكلفه القطعه عليا او الخدمه اونلاين ازاي كاعلانات مموله عشان اضيفها لتكلفه المنتج والمصاريف بتاعتي من قبل ما اشتغل. لما تيجي تحسب تكلفه الاعلان الممول على منتج او خدمه لازم تعمل تيستنج الاول. حتى لو بتعمل اعلان كل اسبوع لنفس البراند، بتعمل تيست وتعمل اعلان ممول 3-4 ايام برقم قليل جدا، ب 100 جنيه في اليوم، 200 جنيه في اليوم، ب $10 ب $5 في اليوم، وافتح اعلانك واظبط جامد قوي الردود وركز مع الناس اللي بترد وشوف راي الناس هي بتبعت عايزه المنتجات بتاعتك دي ولا السايز هو السبب في عدم المبيعات. عشان ممكن يبقى الناس اللي بتخش عايزين سايز اكبر ودي تبقى مشكله البراند اصلا، او عايزين خدمه مش عندك ودي مشكله البراند. لو كانت موجوده كانت هتحقق مردود. عشان تبقى ظابطها قوي وتشوف النهارده صرفت كام وبايع كام قطعه، وتيجي في الاخر تحسب تاخد اللي اتصرف تقسمه على عدد القطع اللي طلعت مش عدد الاوردرات. ما ممكن اوردر يكون فيه 5 قطع، خليها بالقطعه. هنا هتعرف القطعه كلفتك كام ممول وانت عارف نسبه مرتجعاتك. يعني القطعه لو كلفتك 100 جنيه او $5 او $2 حضرتك عارف ان انت عندك مرتجع 10%، تحسبهم عشان في الاخر تعرف متوسط تكلفه القطعه عشان تتباع ممول او الخدمه عشان تتباع ممول. حط بقى النهارده مكسبك زي ما انت عايز بناء على ايه؟ بعد ما تدرس السوق وتدرس المنافسين تعرف بيحطوا بكام. هتلاقي بقى المنافس في حد حاطط ب 400، حد حاطط ب 450، حد حاطط ب 500، باب المجال حاطط ب 800 وبيبيع عشان هو بقى براند وعامل كونتنت ماركتنج ومكسر الدنيا بيبيع زي ما هو عايز.